السلام عليكم. افتكر معايا كده الأسماء دي: الشهد والدموع، هند والدكتور نعمان، البخيل وأنا، ذئاب الجبل، المال والبنون، لن أعيش في جلباب أبي، أرابيسك، ليالي الحلمية. وبص بقى دول: الأسطورة، فهد البطل، بابا المجال، ملوك الجدعنة، سيد الناس، جعفر العمدة، العتاولة. بمجرد بس ما ذكرت لك أسماء مسلسلات زمان ومسلسلات دلوقتي استنتجنا على طول إن في شرخ كبير وتغيير جذري حصل، في حاجة غلط، حد لعب في الإعدادات. وده ياخدنا لسؤال بيطرح كتير الفترة الأخيرة: هو إيه اللي حصل للدراما المصرية؟ وإيه اللي أدى لتدهورها بالشكل المريب ده؟ العيب فين بالظبط؟ وإيه اللي وصل الدراما بتاعتنا اللي كانت في يوم من الأيام بتناقش قضايا اجتماعية وسياسية وإنسانية مهمة لدراما بقت تنحصر في البلطجة والخيانة والقتل والانتقام؟ من دراما كانت في يوم من الأيام بتخلي العالم العربي كله يلتف حوالين التلفزيون في نفس الميعاد علشان ياخد عبرة أو عظة، لدراما بتفسد العقول وبتقدم نماذج تشوه المجتمع المصري وبتهدم القيم، باستثناء بعض الأعمال البسيطة اللي فعلا بتناقش قضايا مهمة وحساسة. الموضوع كبير يا صديقي والأسباب كتيرة جدا، عشان كده النهاردة هنناقش الموضوع ده سوا وهشرح لك الأسباب كلها من طقطق للسلام عليكم. انت بقى ما تنساش اللايك والسبسكرايب وفنجان القهوة المتين عشان الحلقة النهاردة دسمة ومتكلفة. جاهز؟ يلا بينا. مع انطلاق البث التلفزيوني سنة 1960 وبعد ما كانت السينما هي المسيطرة على سوق الفن في مصر والمسلسلات الدرامية الطويلة كانت مقتصرة فقط على الإذاعة، بدأ التلفزيون المصري يأسس قطاع الإنتاج الخاص بيه وبدأ ينتج أعمال درامية مصورة، ودي كانت حاجة جديدة على الجمهور ساعتها. الموضوع في الأول ما لقاش تهافت كبير، علشان كده مش هتسمع كتير عن مسلسلات مشهورة طوال حقبة الستينات ولحد منتصف السبعينات. وفي فترة السبعينات كانت البلد بتشهد عصر جديد من التحول، وهو عصر الانفتاح الاقتصادي، وخصوصا بعد حرب أكتوبر 73 ومع غروب شمس الاشتراكية وبزوغ نجم الرأسمالية. خلال عصر الانفتاح هتلاقي قيم ومبادئ كتير بتتغير في الشارع المصري، وده اللي نبه الكتاب في الوقت ده بأنهم يواجهوا الظاهرة دي بكل قوة. وبجانب السينما كانت الدراما ليها عامل كبير في المواجهة دي، وده هيأهلها كمان كام سنة إنها تقود العمل الإصلاحي في المجتمع ويبقى ليها الريادة. وهنشوف مجموعة من النماذج اللي بتحاول تقدم لك القيم اللي فقدها المجتمع. حقبة الثمانينات والتسعينات وضم معاهم أول عقد من الألفينات نقدر نسميها العصر الذهبي للدراما المصرية، مرحلة وصلت فيها الدراما لأعلى مستويات الإبداع والنضج الفني. وخلال الفترة دي شفنا أعمال بتناقش قضايا مهمة جدا في المجتمع زي عقوق الأبناء والتفكك الأسري في مسلسلات زي أبنائي الأعزاء، شكرا، الشهد والدموع، أولاد آدم. وشفنا أعمال بتناقش التغير اللي حصل في البلد من بعد سقوط الملكية وقيام الجمهورية، أعمال زي ليالي الحلمية، هوانم جاردن سيتي، الوصية. ده غير سطوع نجم بطل الحارة الشعبي في أعمال زي أرابيسك، وإصلاح قيم ومبادئ أفسدها المجتمع في أعمال زي العائلة، رحلة السيد أبو العلا البشري، الراية البيضاء. وكمان هتلاقي قصص الصعود زي لن أعيش في جلباب أبي، ومناقشة قضايا التعليم زي ضمير أبلة حكمت، والصراع الأزلي بين الخير والشر في المال والبنون. ده غير دراما الصعيد والريف في أعمال زي ذئاب الجبل، الضوء الشارد، الوتد. وعندك كمان الدراما التاريخية زي مسلسلات عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد والفرسان وغيرهم. كل عمل من دول لو حطيته في كفة وقارنته بكل أعمال دلوقتي، كفة العمل القديم هتطب من غير أي نقاش، وده لأسباب كتير جدا هشرحها لك دلوقتي. مفيش شك أبدا إن مصر قبل 2011 غير مصر بعد 2011. كل حاجة في البلد تقريبا اتغيرت، ومن ضمنها الذوق العام للشارع. في جيل جديد بيكبر، جيل ثائر ومتمرد عايز يجرب كل حاجة جديدة، بيسمع مهرجانات، مهووس بقصات الشعر وتقاليع الموضة. جيل بيحط على الأخصام ومش بيعاشر الأندال وبيصاحب السندال، وهتعورني هعورك وهبوظ لك منظرك، والحاجات الحلوة اللي ربنا يا رب يحرمنا منها دي. وهنا بقى صناع الدراما أكيد ما أغفلوش التغير ده، بالعكس دول استغلوه أسوأ استغلال. وبقينا نشوف دراما جديدة وغريبة، دراما بتخاطب الغرايز مش العقول، دراما بتلعب على تيمات معينة هي عارفة إنها هتاكل مع الشباب والجيل الجديد. تيمات الخيانة والانتقام والبطل اللي بيرجع يحط على الكل والشبح اللي موقف الحارة على رجل، مع سيناريو فاضي وأحداث فارغة متغلفة بالحكم الشعبية اللي بتبقى مكتوبة على التكاتك. وابتدوا نجوم كتير يمشوا في السكة دي لأنها للأسف بقت تجيب مع الناس، ومن وسط 30 أو 40 عمل درامي كل سنة بتلاقي عمل أو اتنين بس هم اللي عليهم القيمة، أما الباقي كله شبه بعضه. وصدقوني لو وحدوا كل السيناريوهات وعملوا مسلسل واحد هيكون أوفر. وده ياخدنا للسبب التاني: ضعف الكتابة. لا أخفيك سرا يا صديقي إن دي من أكبر أسباب تدهور الدراما في السنين الأخيرة. زمان مصر كان عندها وفرة من الكتاب العمالقة اللي كل واحد فيهم صنع ملاحم درامية: نجيب محفوظ، أسامة أنور عكاشة، يسري الجندي، محمد جلال عبد القوي.
محمد صفاء عامر، لمين الرملي، وكل الأسماء دي اللي مجرد ما تشوفها على التتر تعرف على طول إنك داخل على العظمة. إنما دلوقتي مع تشابه القصص والأحداث بتحس كده الوهلة إن مؤلف واحد هو اللي كاتب كل المسلسلات. زائد يا صديقي إنك زمان كنت تحس إن العمل تقيل كده، في قصة بتتحكي، في أحداث بتتصاعد، في حبكة قوية، في قضية بيتم مناقشتها، في تمثيل، وحط تحت تمثيل دي مليون خط. إنما دلوقتي من أول حلقتين تلاتة أنت هارش ومتوقع باقي أحداث العمل، ده غير السطحية والركاكة والاستسهال. بمناسبة الاستسهال ده برضو من أكتر الأسباب اللي موقعة الدراما عندنا. عايزين نلحق الموسم الرمضاني يا رجالة، يلا يا عم اكتب لي السيناريو بسرعة، وانت يا عم المخرج اعمل حسابك في ظرف شهرين تكون مخلص لي تصوير كل الحلقات. ولا بنبني شخصيات ولا بنعمل ترابط للأحداث ولا بنركز في التفاصيل. وكل سنة وانت طيب، ما هو موسم بقى يا برنس، كبر دماغك، محدش واخد باله. يعني عادي جدا تلاقي ناس في حارة شعبية وعاملين هوليوود سمايل، وتلاقي بيوت فرشها من جوه أحسن من قصر ملكة إنجلترا. كلها تفاصيل بتحول المسلسل لعمل فانتازي ملوش أي صلة بالواقع. لو خدنا مثل البطل الشعبي وقارنا بين دراما زمان ودلوقتي هنعرف قد إيه إن الآية اتقلبت 360 درجة. برغم إن شخصيته فيها بعض السلبيات زيه زي أي إنسان، لكنك كنت تحسه شبهنا، بيلبس زينا، بيتكلم بنفس طريقتنا، بيتصرف نفس تصرفاتنا، ما هوش بلطجي ولا شبيح ولا كل ما حد يكلمه يرفع في وشه السلاح. إنما دلوقتي بقى حدث ولا حرج، البطل الشعبي بقى مثال للبلطجي وشيخ المنصر اللي لا همه ناس ولا حكومة ولا أي مخلوق، وأي حد بيكلمه بيكشم له، وعنده سطوة ونفوذ وعنجهة تخليك تشك أصلا إن النموذج ده ممكن يكون واقعي. وأهم حاجة تلاقيه بيزعق طول الوقت ويشتم ويضرب ويفتري على خلق الله. إيه رأيكم يا جماعة في الدراما؟ حلوة مش كده؟ أزيدك من الشعر بيت، زمان كانت العيلة كلها بتتجمع حوالين التلفزيون، رجالة وستات وأطفال وشيوخ، وهم متأكدين إنهم هيتفرجوا على فن حقيقي، لا مشاهد جريئة ولا إيحاءات ولا ألفاظ خارجة. إنما دلوقتي تلاقي بلس 12 وبلس 16 وبلس 18، وخلاص كل عمل بقى يستهدف فئة معينة ويخاطبها، وسلم لي بقى على باقي الفئات. ده غير إن النجم بقى أهم من العمل. لو بصيت على أي عمل درامي زمان هتلاقي العمل كله مليان ممثلين موهوبين فعلا، وكلهم بيخدموا على القصة والحبكة. وحتى بطل العمل ما كنتش تحس إن العمل كله بقصته بشخصياته بيدوروا حواليه، بالعكس كان ترسف ماكينة كلها بتخدم على العمل. وفي كل عمل كنت تلاقي كذا ممثل تقيل، وكل واحد بيلعب بحرفنة في مساحة دوره، ده غير المباريات التمثيلية اللي كانوا بيقدموها قصاد بعض. لكن لو بصيت دلوقتي هتلاقي معظم المنتجين بيختاروا النجم الأول وبعدها العمل، وكل حاجة في العمل بتدور في فلك النجم، وكأنه هو محور الكون، وكأن البطل هو القصة، هو الألفا، والكل مطالب يخدم عليه. وبقت شخصية البطل أقرب للسوبر هيرو اللي عنده قدرات خارقة، بيعمل أي حاجة هو عايزها ومحدش بيقدر يقف قصاده. حتى باقي كرو العمل، بص كده على أي مسلسل زمان هتلاقي أي ممثل حتى لو واخد دور بسيط كان بيقنعك بيه وكنت بتصدقه، أيا كانت مساحة دوره كان بيشتغل عليه، وهو كله في الآخر بيصب في مصلحة العمل. إنما دلوقتي إحنا بنشوف ممثلين بيبقوا أبطال وهم غالبا ما يعرفوش إيه هي أساسيات التمثيل، لمجرد بس إن ليهم علاقات داخل الوسط الفني. بص كده على جيل الشباب الصاعد، كم بوست يقابلك على الفيسبوك أو الإنستجرام وبيجيب لك صور الفنانات الجداد، وتلاقي الناس كلها بتجمع إنهم بيتلخبطوا بينهم. في الواقع هم شكلهم مختلف عن بعض عادي، لكن الناس بتتلخبط بينهم لأن ضعف الأداء واحد ومحدودية الموهبة واحدة، لكن مش فكرة شكل أبدا. وصدقوني أنا مش بعيب فيهم، ممكن أي واحد أو واحدة فيهم يشتغل على نفسه ويطورها ويبقى نجم كبير ونبقى من جمهوره في يوم من الأيام. لكن أنا متضايق على المواهب الحقيقية اللي بتضيع في الرجلين. كم واحد بيتخرج كل سنة من معهد الفنون المسرحية أو معهد السينما مش بيلاقوا ربع فرصة في وسط غرقان لشوشته في الواسطة والشلالية وأبناء العاملين، وفي الآخر يقول لك فن. شلاه فن. آخر حاجة يا صديقي عشان ما اطولش عليك، إن برضو من أهم أسباب تدهور الدراما إن إحنا بعدنا كل البعد عن تناول القضايا المهمة في أعمالنا. معظم السيناريوهات بقت سطحية وفارغة، بعدنا عن طرح القضايا اللي بتمس المجتمع، قضايا الصحة والتعليم والروتين الحكومي، قضايا البطالة والرشوة والمحسوبية، قضايا الأخلاق والتعامل بالحسنى بين الناس. وبما إن الفن مرآة للمجتمع، ليه ما نسلطش الضوء على السلبيات ونعالجها بدل ما نلعب على غرايز الناس ويكون كل همنا إننا نكسب من وراهم قرشين؟ ليه ما نقدمش فن حقيقي، فن يعيش؟ ما سألتش نفسك ليه الناس لحد دلوقتي بتتفرج على لن أعيش في جلباب أبي أو ذئاب الجبل أو الشهد والدموع وتتفاعل مع الأحداث وكأنهم بيشوفوا العمل لأول مرة؟ عارفين ليه؟ لأن الأعمال دي ليها قيمة. الأعمال دي كانت بتناقش قضايا وكان ليها رسالة. كتاب العمل ما كانوش بيسعوا للترند، إنما كانوا بيوجهوا فنهم للجمهور. وبمناسبة الترند، للأسف أعمال كتير بقى كل هدفها الترند وإنها تلم مشاهدات على السوشيال ميديا. أهم حاجة الفيو، حتى لو العمل فاضي ومخوخ من جوه. هما كام أغنية شعبي على كام مقطع نسوق بيهم للعمل، هوب بيجيب رجلك ويسحلك معاه.
طب ايه القصة اللي بتتقدم؟ مفيش. ايه الهدف من العمل؟ مفيش. طب فين التمثيل؟ برضه مفيش. طب فين العمل اصلا؟ ما قلنا مفيش. الخلاصة يا صديقي اننا لازم نعترف ان شكل الدراما اتغير، الصناعة نفسها ما بقتش زي زمان، وللأسف بقت بتحكمها أهداف وتوجهات مختلفة. وطبعا الإعلانات والسوشيال ميديا أصبح ليهم تأثير قوي على الصناعة لدرجة إنهم ساعات بيوجهوها، بس كل ده ما يمنعش إن في بعض الأعمال القوية اللي بتتقدم، ممكن مش كتير بس في مسلسلات لسه محتفظة بالأصالة وهدفها إنها تقدم فن وتناقش قضايا، مش مجرد عمل للترند والفرقعة. هي دي المسلسلات اللي هتعيش معاك، زيها زي مسلسلات العصر الذهبي اللي لسه محتفظة برونقها وقيمتها مهما يمر عليها الزمن. ونتمنى في يوم من الأيام صوتنا يوصل لصناع الدراما ونقول لهم كفاية بقى بالله عليكم الأعمال دي، عايزين نشوف فن بقى. وبس يا سيدي، لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتكتب لي رأيك تحت في الكومنتس وتخش تاخد لك لفة كده في القناة. سلي وقتك يا أخي. أشوفك على خير يا صديقي. سلام.